المحاسن فيه، والسايغ اسمه أمين صنع جميع ما فيه. السايغ اسمه أمين يا رحيم، ربنا يخليك حبيبك اللي تحبه أمين وعشمان فيه، كتر عليه من أسى يظهر جميع ما فيه. أنا اللي خلاني أتجوز وتاخدنا عالشارع رجليا، ما بقيش عايش علشان عايش عشان ناس حواليا، ماشي يومي ردم وفحم وعندي صبر ما عنديش بقى، في حد ماشي بينده تحت بيقول يا ناس يا موحدين. عيلة أستاذ أمين، عيلة أستاذ أمين، عيلة أستاذ أمين، عيلة أستاذ أمين. أم العيال لما تفكر يبقى في حاجة تتكسر، في كارثة جاية ومش حاسين. عيلة أستاذ أمين، عيلة أستاذ أمين، البنت تصحى وتستشور والأب نازل يتمشور، العباسية لسور السين. عيلة أستاذ أمين، 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 عيلة أستاذ أمين. أما الولد يشبه خاله كتر اللمضة بتحلاله، عجوز وعمره 6 سنين. عيلة أستاذ أمين، عيلة أستاذ أمين، حدوتة والدعوة عام، أصل الحياة تحب اللمة والعمر يجري ومش حاسين. عيلة أستاذ أمين، عيلة أستاذ أمين، عيلة أستاذ أمين، عيلة أستاذ أمين. ويا نعمة الذوق والإحساس، حمل العيال أصبح شيلة وده عيلة تشبه كل الناس، وكلنا أصلا عيلة. ويا نعمة الذوق والإحساس، حمل العيال أصبح شيلة وده عيلة تشبه كل الناس، وكلنا أصلا عيلة. عيلة أستاذ أمين، 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 عيلة أستاذ أمين. عيلة أستاذ أمين. أمين يا أمين، ايوه يا غرباوي بيه. الصورة دي صورة مجموعة من العملاء أخدوا 15 مليار جنيه من البنك انعم واكرم. وأسسوا شركة استثمارية سموها المستقبل المضمون. طبعا، ده انا اشتريت اسهم في الشركه دي بكل الفلوس اللي انا محوشها، ما انا عايز اضمن مستقبلي. وطلعوا نصابين. ايه 450 جنيه بتوعي راحوا. اهدى يا أمين اهدى، فلوسي ده عشان حوشت كده العمر. انت أحسن واحد ممكن أكلفه بالمهمة دي. مهمة ايه يا حرامية؟ انا عايز فلوسي يا نور. فوق فوق يا أمين فوق. فوق فين؟ فلوسي فوق فين؟ فلوس إيه يا مصدي؟ 450 جنيه بتوعي فين؟ بقول لك هربوا ب15 مليار جنيه، تقول لي 450؟ 450 بالنسبة لي كانوا تحويشة العمر. كل جنيه كنت بحوشه كنت بحلم معاه بالشقة اللي هشتريها لتامر، والجهاز اللي هجهز بيه عفاف، والتربة قصدي الورد اللي كنت هجيبه لماجدة. دلوقتي كل ده انتهى وتحويشة العمر وهي فقط 450 جنيه مصريا لا غير ضاعت. لكن ال15 مليار مال سايب ولازم يضيع، لازم يضيع، لازم يضيع يا غرباوي. شكرا. وعشان احنا عايزين نخلي مسؤوليتنا، عايزك تجيب لي توقيعات المجموعة دي على المستندات دي، ولو قدرت
هديك ال 450 جنيه بتوعك صحيح يا غرباوي بيه؟ وفوقيهم 50 بوسة. لا لا لا، أنا بقول كفاية 450 جنيه. أنصحك إنك تبدأ بعدلي بيه لأنه أسهل واحد ممكن تلاقيه. وده بقى ألاقيه فين؟ وقف عندك. إيه في إيه؟ لازم نتعدي من البوابة. فاكر يا صديح مديح ولا ايه؟ حاضر يا سيدي. إيه ده؟ با معاك سلاح ولا ايه؟ لا والله. طب القف دي عد تاني. اقديه امان، ما تمشيش من غير سلاح هنا لا يفرقتوك. هات اللي معاك يا ولد. واه. يلا قوام. لو سمحت يا كابتن، ألاقي عدلي بيه فين؟ عدل بيه السفاح ولا عدل بيه النشال ولا عدل بيه حرام البنوك؟ حرام البنوك. ده راجل سكر قطع لسان اللي يقول عليه كده. يا عم أنت اللي قلت. ايوه صح. شايف الجبل اللي في اخر الشارع ده؟ هتلاقيه متلقح هناك. ابقى سلم لي عليه، ده هي تاخده. الله 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 الله. هو بيحبه ولا بيكرهه ولا ايه؟ أيوة. لو سمحتي عايز عدلي بيه. أقول له مين حضرتك؟ أنا أمين سيد أمين من بنك الحظ. تعالى تعالى يا استاذ امين. طيب حاضر. كله يهون عشان ال 450 جنيه. هو حضرتك الأستاذ عدلي؟ انا عادل. عايز ايه؟ عايزك تمضي لي المستندات دي. الغرباوي ده عليه حاجات. الله انت يخليك. جريء قوي يا استاذ امين. شكرا. وانا معجب بجرأتك بس مش هم. ها؟ لان انا انسان نصاب ونادل ومعدوم الضمير وشرير كمان. بس انا عدلي بيه حطيت تحويشة عمري في الشركه بتاعتكم 450 جنيه كانوا كل اللي حيلتي، والغرباوي بيه وعدني انه هيديني الفلوس لو قدرت اخليك تمضي. 450 جنيه ايه دول يا مصدي؟ خد الباكو ده وروح. انا لا يمكن اخد رشوه، انا مصدي. ايه؟ كان نفسي ابقى شريف زيك. هات والله لا انا ماضي. اشكرك. يعني انت كده في السليم؟ لا انا كده في الامان. يبقى سلم لي على الغرباوي وقول له ان الامانه اللي بعتها سويسرا في الحفظ والصون. مش عايز حاجه تاني؟ ايوه، ممكن ساعتك تدليني على مكان رجب بيه العنبري؟ ريري ده حبيب قلبي. عارف مستشفى المجانين؟ طبعا عارف. هتلاقيه هناك في عنبر الخاطرين. يا رب. لو سمحت يا أستاذ. أستاذ؟ أنت طميت في نظرك ولا إيه؟ كل ده بتقول لي أستاذ؟ هو حضرتك وانت يا عكرة؟ عكرة مين اللي عكرة؟ تعال يا بطة. بطة ايه يا جدع؟ خلاص تعال يا قطة.
قطة مين يا عم؟ أنا إنسان. إنسان؟ يا خبر اسود، ده بيقول إنسان. ليه كده يا أستاذ؟ بيقول لك بطة كاكيلو، بيقول لك قطة نونولو، بيقول لك أسد ها؟ صوصولو. وهي دي مشكلتي. إيه يا سيدي؟ عارف كل أصوات الحيوانات ما عدا صوت النملة. كل ما أدخل على شوية نمل يبطلوا كلام ويطلعوا يجروا، بس مسيري في مرة هسمعهم. طب أخويا ربنا يوفقك. وبعدين هلاقيه فين ده؟ يلا يا عنبري عشان تطفح. أهو كل يوم في سبيل 450 جنيه. حضرتك رجب بيه العنبري؟ لا، أنا أخوه الكبير الهندي. الهندي الدين دي ما هو لازم تمضي. أنا مجنون وإمضتي لا يعتد بها القانون. وبعدين قول لي أنت مين؟ أنا أمين سيد أمين من بنك الحظ. هو أنت اللي حطيت 450 جنيه؟ أيوة، مهنا المصدي. ده احنا ضحكنا عليك ضحك. ده أنا اتجننت بسببك يا راجل. 450 جنيه. هات يا سيدي بمضيلك الله يحفظك. عايز حاجة تاني؟ ممكن تدلني على مدام تفيدة السلكاوي؟ وماله تفيدة؟ تفيدة. عايز حاجة يا عمبورتي؟ لا لا لا، مش انتي. يا سم. أنا عايز تفيدة اللي كانت مشاركاكوا. دي هتلاقيها في السجن. ها؟ هم قبضوا عليها عشان القروض؟ لا يا سيدي، عشان ما دفعتش فاتورة الموبايل. موبايل؟ والله عندها حق. تفيدة السلكاوي. انت مين وعايز ايه؟ أنا أمين وعايزك تمضي لي هنا. ايه ده؟ دي مستندات القروض بتاعتك. انت عبيط ولا ايه؟ ده انا ما سددتش فاتورة التليفون مع انها كانت ب150 جنيه بس عشان يسجنوني ومحدش يلاقيني. تقول لي امضي ورق القروض. تفيدة، هو رقم تليفونك كام؟ اهو. طب لو ما مضيتيش بقى أنا هدفع لك فاتورة التليفون وأخرجك من السجن غصب عنك. طب وايه بقى اللي يضمن لي اني لو مضيت مش هتروح برضه وتدفع الفاتورة؟ بذمتك ده شكل واحد معاه 150 جنيه. ها؟ غلبتني. هاتي القلم. شكرا. ما تعرفيش بقى صادق بيه شرشر ألاقيه فين؟ اعرف، بس اقول لك ليه؟ لأنك لو ما قلتيش لا خلاص، احسن تغلبني تاني. صديق شرشر في سويسرا. يا أخيرا هسافر بره وكله يهون في سبيل 450 جنيه. هو انت؟ المصدي. هايل يا أمين. ما فاضلش بقى غير صادق شرشر اللي موجود في سويسرا. هسافر بكرة. لا يا أمين، أصل أنا عندي مصلحة هناك. هروح أنا لصادق شرشر في المنتجع بتاعه وبالمرة هحط قصدي هقضي المصلحة. خد 450 جنيه بتوعك أهم. الحمد لله. أديك بقى 50 بوسة. لا 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 شكرا، خليهم لك. يا سلام، 450 جنيه. الله. هاتهم بقى أحطهم لك في مشروع جديد. مشروع ايه؟ في شركة استثمارية اسمها شركة المستقبل السعيد، واخدين قرض من البنك ب20 مليار جنيه. لحسن يطلعوا نصابين زي التانيين. لا، المرة دي أخدنا منهم دراسة جدوى وعرفنا المشاريع اللي عايزين يعملوها. وإيه هي المشاريع دي؟ عايزين يعملوا مترو أنفاق في 1 سيوة، وبيوت فوق القمر ترى النيل. الله. خد يا غرباوي، حط 450 جنيه في الشركة. حلو قوي، وبكده ضمننا واحد يلملم لنا التوقيعات لو حصل أي حاجة للمشروع.